السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين فيديو خفيف كده ومفهوم، يعني مش كتير، وقته مش طويل. هنحط طاجن مكرونه بالصلصه واللحمه المفرومه. اول حاجه نحط زيت، وهنحط توم، وهنحط معلقه صلصه كبيره، وهنتبل الصلصه ديت. نحط ملح وفلفل اسود وكمون. وبعد ما تتسبك كده مع نفسها الاول شويه، نحط عليها معلقتين خل. وبعد كده هنقلبهم شويه برضو مع الخل ونسيبهم شويه، وننزل عليهم بعصير الطماطم نص كيلو بس. الصلصه بتاعه طاجن المكرونه دي لازم تبقى خفيفه مش تقيله، عشان احنا هنحط المكرونه نيه خالص وهنسويها في الصلصه دي بس. متنسوش يا جماعه ذكر الله والصلاه على النبي دايما طول اليوم، مش في الفيديو بس او حاجه، لازم نصلي على النبي كتير جدا في يومنا عشان ربنا يكرمنا. بس بعد كده هنسيبها بقى تتسبك، مش لازم تبقى تقيله قوي زي صلصه المكرونه العاديه، لا احنا عايزينها خفيفه. وهنجيب طاجن وندهنه الاول زبده، ونحط اللحمه المفرومه. طبعا احنا عصجناها كذا مره معاكم، هنحطها الاول في الطاجن تحت كده، وبعد كده ننزل عليها بمكرونه اي نوع انتوا تحبوه بقى. بس نيه مش مسلوقه خالص. هنحط الاول حبه صلصه على اللحمه كده، اللي هي خفيفه يعني مش تقيله خالص. بعد كده هننزل بقى بالمكرونه النيه كده بالمنظر ده، اي نوع انتوا تحبوه. هنحطها كده فوق اللحمه على طول، وهننزل عليها بقى بالصلصه اللي احنا عملناها. وبعد كده نزود ميه لغايه اول المكرونه بس، مش هنحط ميه كتير عشان ما تعجنش. هنحط ميه لغايه ما نغطي بس المكرونه زي الرز كده، نغطي المكرونه بس. بنحط برضو من على الوش ملح وفلفل اسود بس. وبعد كده لازم نغطيها، لازم تبقى متغطيه كويس جدا. نغطيها بورقه فويل، لو الطاجن ليه غطا ماشي تمام مش مشكله، المهم تبقى محكمه الغلق. هنحط دلوقتي طبعا بقى الميه، هنغطي الميه المكرونه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده. بس مش ميه مش كتير قوي، لان لو حطينا الميه كتير قوي هتعجن ومش هتبقى ماسكه نفسها كده لما نيجي نقلب الطاجن يعني. بس هو كده حلو قوي. وبعد كده هنغطيها بالورق الفويل وهندخلها الفرن تقريبا نص ساعه بالظبط، وبتبقى مستويه وطعمها تحفه جدا واحلى من المحلات وانضف طبعا 100 مره. كده غطيناها بالورق الفويل، هندخلها الفرن وهنرجع تاني بقى بعد ما تستوي نوريكم هتتقلب ازاي. كده خلاص دخلت الفرن كده بقى، خلاص خرجت بالمنظر ده. المكرونه تحس ان هي مش مستويه اصلا من كتر ما هي مظبوطه في السوا. طبعا هنقلب بقى الطاجن ده نوريكم دلوقتي بالمنظر ده. متنسوش يا جماعه شير ولايك وسبسكرايب للقناه، ويا ريت لو في ليكوا اي راي لينا تقولوا لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله نعمل كل اللي انتوا عايزينه. كده الطاجن اتقلب طبعا وبقى شكله جميل جدا. بصوا هتجيب له من الجنب دلوقتي هتلاقوا المكرونه ماسكه نفسها كويس جدا وطعمه كان تحفه جدا. يا ريت تجربوه يا جماعه وتقولوا لنا رايكم فيه. هو سهل جدا وسريع، اما يكون يوم مثلا محاش ليه مزاج يعمل اكل او حاجه يعمله في ثواني، ما بياخدش وقت خالص. كده بالشكل ده. بس كده رب يكون عجبكم، وان شاء الله يكون ننزل نجيب لكم فيديوهات تاني احلى واحلى. ولو لكم اي حاجه او اقتراحات او اي تعديلات على القناه يا ريت تقولوها لنا في التعليقات تحت. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا كان خفيف النهارده وخلص بسرعه، واشوفكم على خير يا رب، ومع السلامه.